السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الجزائريين، أشقاء الجزائريين، واخا الكلمة ديال الأشقاء زعما واحد العدد ديال المغاربة ما كتعجبهمش، ولكن أنا غادي نقول لكم واحد المعلومة نعطيها لكم ثم كجزائريين، لأن الملوك هما اللي خرجوا الجدود ديالكم والآباء ديالكم، خرجوهم وعاونوهم في الثورة باش تستقل الجزائر، وهما يعاونوا الجدود ديالكم والآباء ديالكم، داروا لكم قيمة وعطاوكم قيمة وبقاو في الكلمة ديالهم حتى تحررتوا. واليوم الجزائريين، الملوك، الملك محمد السادس، دائما الملوك غيبقاو ديما على العهد، غيبقاو يدافعوا على الجزائريين حتى يفكوهم ويحرروهم من هذا النظام اللي هو تسلط على هذا الشعب ديال الجزائر. هو شعب اللي زعما يحسب له 1000 حساب. الجزائريين الأولين آباء والأجداد كانوا حارين، العداد منهم مشاو عند الله سبحانه وتعالى، بقات غير الذكريات ديالهم، وهذا النظام تسلط عليكم. واليوم الملك الله ينصرو جلالة الملك محمد السادس والمغاربة راهم في الصف ديالكم، وراه باغيين يتعاونوا معاكم، وان شاء الله الايام ديال النظام المتسلط ايام اصبحت معدوده، باش نكونوا واضحين ان اصبح معزول هذا النظام. واخا نتوما خايفين وما قادرينش تكلموا واسمو الله يحسن العوان، حنا ما غنقول لكم والو، ولكن حنا كجيران ديالكم حنا خاص الجزائر تستقر، وخاص الجزائريين يعيشوا مزيان، وخاص يكونوا مزيان، وخاص بلادهم لان عندهم امكانيات. البلاد ديالهم عندهم امكانيات باش غادي هذيك الجزائر تولي وحده اخرى، جزائر جديده ديال المعقول، ماشي جزائر ديال النصابه وديال الشفاره، لا. هنا كنقول عاود العصابه ديال بوليساريو، انا كنقول العصابه ديال بوليساريو كما تحررت الصحراء. الملك الحسن الثاني حرر الصحراء من الاسبان، راه غادي يتعاون معكم نتوما، يتعاون مع المحتجزين في تندوف حتى يتحرروا من هذاك النظام المتسلط، هذاك النظام اللي مورط واحد العداد ديال المشاكل تورط فيها، ورط راسو واحد العدد من القيادات ديال البوليساريو. راهم عندنا في المغرب الحمد لله، راهم كيعيشوا في امن وامان، وراهم كيساهموا في الاقتصاد، وراهم كيساهموا في انتخابات، وخدامين كيقوموا بواحد الدور كبير، منهم سفراء، منهم ولاة، منهم عمال، منهم واحد العداد، ومنهم واحد اللي كيتفاوض باسم المغرب، كيدافع على المغرب، كيدافع على الصحراء المغربيه. واليوم راكم غير كتضيعوا في الوقت ديالكم، لا نتوما ولا النظام الجزائري. عصابه ديال ابراهيم غالي، اللي ما هو غالي، اللي كيتخلص من عند اسبان تيشد الفلوس من اسبان وكيشد الفلوس من الجزائر،
وخدام كيشد الفلوس حتى من عند المنظمات الغير حكوميه اللي كانت في اسبانيا. صبحت ما بقات كدير واحد العدد ديال الجمعيات اللي كانوا يعاونوهم. ولكن اليوم باش نكونوا واضحين، المغرب مغرب الاستقرار، مغرب الملوك، مغرب محمد السادس، مغرب الأبطال، مغرب الرجال، مغاربة الأحرار، مغاربة اللي ما كيملوش وما كيكلوش. غادي إن شاء الله تحرر الجزائر من هذا النظام قريبا إن شاء الله. وكذلك معتجزين خوتنا اللي في تندوف قريبا إن شاء الله غادي يتحرروا قريب العاجل إن شاء الله. الحكم الذاتي غادي ينزل وراه نازل من شحال هادي. راكم غير الجهويه المتقدمه راه بحال الحكم الذاتي، راه بادي المغرب في الحكم الذاتي. الجهويه المتقدمه راه هي واحد شكل من اشكال ديال الحكم الذاتي. خصكم تعرفوها وسربيو راسكم. والشعب الجزائري ما تبقاوش تسبوا الملك، ما تبقاوش تسبوا الملوك. والله العظيم إلا الملوك هما اللي غيديروا لكم الشان وما غيرفعوا لكم الشان، اما الباقي غير تقليد. والله العظيم ما يتخلاو عليكم. هذا العهد هذا في الرقبه ديال الملوك. ماشي مره ماشي جوج كيقولوه. والشر ما يوصلكم من المغرب. والله المغربي الا ما عاونكم ما يضركم. والمغاربه والله الا ما عاونوكم ما يضركم. المغاربه ما كيسبوكمش. المغاربه كاع ما مسوقين بكم، كاع عارفينكم. وانتم عارفينكم بانكم خايفين، عارفين بانكم ما قادرينش تتكلموا وما نعطيكمش الحريه وما نعطيكمش واحد العدد. حنا عارفين هذه القضيه هذه. انا نقول لكم الله يحسن العون. ولكن حنا اللي كنخلصوا الفاكتوره. المغرب والملوك كيخلصوا الفاكتوره. والمغرب خلص فاكتوره من في القضيه ديال اسمه ديال الاندلس، وتيخلص الفاكتوره ديال لحد الساعه ديال كيدافع على فلسطين، وكذلك كيخلص الفاكتوره لحد الساعه ديال الدفاع كيدافع على الشعب الجزائري، وكيخلص الفاكتوره على حرر الصحراء من براثن ديال الاستعمار الاسباني، وحيد اسبانيا الغشيم، حيدها ودراها. وراكم شفتوا دابا كيفاش اسبانيا كتعامل مع المغرب، كتعامل بحذر وخايفه. خايفه ما كتنعش. الجزائر ما هذاك النظام الجزائري ما كينعش. النظام ديال داك اسمو داك العصابه ديال بوليزارو ما كينعسوش، لان عرفوا ايامهم قربت. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عزي، متطوع المسيره الخضراء، ورئيس منظمه المغربيه متطوع المسيره الخضراء، ورئيس فرع مؤسسات المبادره الصحراء في المغربيه والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها.